السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنتكلم عن الCQRS Design Pattern وإيه هي أهميته وإزاي أنا أقدر أستخدمه في المشروع بتاعي. ببساطة فكرة الCQRS Pattern إن هو بيقسم لك المشروع لجزئين. الجزئين دول أنا بستخدمهم في إيه؟ جزء بنسميه Query وجزء بنسميه الCommand. الquery أنا بستخدمه إن أنا بقرا الداتا فقط، يعني بمعنى أصح إن أنا بستخدمه للGet Operations. أما الcommand أنا بستخدمه للخواص التانية زي مثلا الcreate الupdate والdelete مثلا أي نوع من أنواع الcode operation من دون طبعا الread في الcommand. تمام. طيب دي مثال لصورة ازاي نقدر يعني الكلاينت يقدر يتعامل مع ال CQRS pattern بتاعنا. هو لما بيجي هنا UI بيشوف لو هو عايز يعيد، فهو بيروح للquery وبيروح من الquery بعد كده بيعيد من الداتابيز بعد كده بيرجع الداتا لو عايز يعرضها. نفس الموضوع للcommand، هو عايز يروح يسجل داتا جديدة أو يعدل على داتا موجودة already، هو بيروح وبيرايت في الداتابيز. فده بيديني ايه مميزات؟ بيديني separation of concerns، بيخليني أنا مركز خلاص، أنا عارف إن الquery هو الجزء اللي هيكون متخصص بيه كل الحاجات بتاعت الجيتس، والكوماند هو خاص بكل الحاجات بتاعت البوست. تمام. طيب وده هيكون اسهل طبعا في المانجمنت بتاعت السكيورتي، ومين اللي ليه الوصول للداتا ديت ومين اللي ملوش وصول. كمان هيكون اسهل ليا في سكابيليتي، لو انا حبيت اوسع المشروع كل ما يكون الدنيا منظمه اكتر كل ما يكون احسن ليا. طيب اللي قدامنا دلوقتي ده هو شكل ليه المشروع بيكون عامل ازاي. ده مثلا السوليوشن هول بتاعي جوه الدومين في الكلاس او entity دي. جوه المشروع بتاع الابليكيشن عندي الابستراكشن اللي بيكون جواه الانترفيسز اللي انا بحتاجها علشان ابني السي كيو ار اس بتاعي للكوماند وللكويري، وهنبص طبعا عليها هو مبني ازاي. ودلوقتي بعدها في فولدر اسمه برودكتس. جوه فولدر برودكتس انا عندي الكوماند وعندي الكوماند هاندلر وعندي الكويريز وعندي الكويريز هاندلر بتاعتي. طيب تمام. وعندي بعد كده الانفراستراكشر، مشروع الانفراستراكشر اللي انا بحط فيه الاب دي بيكون تكست. واخر مشروع الاي اي اللي بيعدي فيه الداتا. طيب اول حاجه احنا هنبدا بيها هي السي كيو ار اس انترفيسز. اول انترفيس عندي بيكون الاي كوماند، وبياخد التي ريزلت، ايه نوع الريزلت اللي هيطلع. تمام. والاي كوماند هاندلر بتاخد الان كوماند وبياخد التي اوف ريزلت. تمام. طيب كل الانترفيسز طبعا ممكن تحس ان هي دلوقتي مش فاهم هو ده معناه ايه او ده بيعمل ايه، ولكن وقت ما انا تيجي تشوف example of code of using the code هتبدأ تفهم واحدة واحدة. تمام. طيب نيجي للاي كوماند هاندلر. الاي كوماند هاندلر البارامتر الاول بتاعه بياخد انتي كوماند، اللي هو بيكون اللي جاي ده يكون التي ده اللي هو بيختصر ان هو يكون حاجة generic. تمام. والتي اوف ريزلت. تمام. وبعد كده بيقول له هنا ان انت بتكون عندك one method اللي هي بيكون التي كوماند والكانسليشن توكن، لو انا حبيت استخدم كانسليشن توكن في المشروع بتاعي. طيب نفس الكلام في الكويري عندي التي اوف ريزلت، وعندي برضه في الاي كويري هاندلر عندي الانكويري تي ريزلت، وهنا بقول له وير ان الاي كويري بيروح للاي كويري اوف تي اوف ريزلت. تمام. تمام. ونفس الموضوع انا بستخدم الميثود بتاعت الهاندل ان انا ببدا استخدم فيها الكويري بتاعتي، وابدا استخدمها ان انا اهندل فيها المشروع. ان الانترفيس بتاع الاي كويري هاندلر تاخد برضه الان تي كويري والتي اوف ريزلت، وبقول له هنا وير ان التي كويري بتاعتي هي بتشاور على الاي كويري اوف تي ريزلت. تمام. تمام. نفس الموضوع بتاخد هنا الميثود بتاعتي الجميله الهاندل، تاخد فيها التي كويري وتاخد الكانسليشن توكن بتاعتي. طيب وهنا مكتوب هنا اشرح لي انا بستخدم ال n. تمام. نروح ل example of usage in command. تمام. عندي هنا عندي هنا create product بتاعي create product هو command، ده بياخد record طبعا، ده بياخد مني string name و price و description. طيب وهو بينهرت من اي كوماند نوع الريزلت بتاع الميثود بتاعتي هيكون من نوع integer. طيب نروح ل create product handler.
وهنا بقول له ان الاي كوماند هاندلر هياخد الكرييت برودكت كوماند، ده اللي هيكون الريكوست، والريسبونس هيكون الانتجر. تمام تمام. وباجي هنا استخدم الميثود بتاعتي عادي جدا. هاجي هنا اقول له بص يا سيدي، عندك هنا الهاندل اللي هي الميثود اللي احنا عملناها في الانترفيس، تاخد منك الكوماند برودكت كنترول اللي هي الكوماند والكنسليشن توكن. طيب باجي هنا بقول له فار برودكت، بديله كل الداتا بتاعت البرودكت من الكوماند. بعد كده بقول له اد، وبقول له في الاخر سيف تشينجز اسync، اديله الكنسليشن توكن ايه بتاعي. في الاخر ريتيرن برودكت اي دي اللي هو الانتجر بتاعي. طيب احنا هنا بنستخدمنا ريكورد، ولو انا حبيت ان انا استخدم كلاس عادي اقدر اعمل كده برضه عادي جدا، بكتب اسم كلاس وفي الاخر بقول له ايه ده الريسبونس بتاعك، خده واستخدمه. طيب ده كان في الكوماند. طيب الجيت او الكويري بتاعي اقدر استخدمها ازاي؟ نفس الفكره، ما فيهاش جديد. قال لي هنا public class get all product query handler، بقول له انك انت هتاخد all the query I query handler و get all products query، للريسبونس بتاعك هيكون list of products. حلو كده الكلام، كلام حلو جدا. طيب نيجي نروح لي الجيت اول برودكتس كويري والكنسليشن توكن بتاعي. بقول له بص يا سيدي، عايزك تختار await products dot to list async الكنسليشن توكن ايه بتاعي. طيب نيجي ل ايه اللي انا محتاج اعمله عشان الديبندنسي انجكشن. باجي اعمل هنا builder service dot add scope، بقول له هنا الاي كوماند هاندلر بيادي ده ريكوست وادي ده الريسبونس بتاعه، وهو بيشاور على create product command handler اللي هي الكلاس اللي احنا عملناه هنا. تمام. بمعنى صح انا بعمل dependency injection للسطر ده. جميل، جميل جدا جدا. طيب بعد ما كده انا عايز بقى ابدا امبلمنت الكود بتاعي ده في الكنترولرز او في الاند بوينتس بشكل عام، سواء في المينيمال اي بي اي او في الكنترولر بتاعي. خلينا نبدا بالمينيمال اي بي اي. هنا ماب بوست، باجي اقول له عندك هنا يا سيدي عندك كلاس اسمه create product command، ده اللي بيكون فيه الكويست بتاعك. وعندك هنا الميثود اللي بتجهز لك وبتعمل لك بسرعه، اللي مجهز لك فيها الداتا انت كل انك انت تستخدمها، اللي هي الاي كوماند هاندلر، اللي هي بتاخد الكرييت برودكت كوماند والريتيرن بتاعها هيكون من نوع كذا. فميزه ده ان هو بيسهل لك رؤيه الميثود ديت بتاخد ايه وبترجع ايه. لو ده بيفكرني بحاجه، هو بيفكرني بالجي ار بي سي لما كنا بنستخدمها في الفيديو اللي فات. احنا كنا بنكتب في البروتو، كنا احنا بنكتب برضه شكل الداتا اللي هتتبعت وشكل الداتا اللي هترجع. فده نفس الموضوع في السي كيو ار اس. انا بكتب في الكلاس بتاع الاي كوماند هاندلر ده، انا بكتب شكل الداتا اللي هتتبعت وشكل الداتا اللي هترجع لك في الهاندلر. واجي هنا كل اللي انا بعمله بستخدم الكلاس هاندلر بتهاندلر هاندل، وبديله الكوماند بتاعي واخد الريزلت بتاعتي واستخدمها. نفس الموضوع هنا في الكريت برودكت كوماند، نفس الموضوع بقول له اي كوماند هاندلر بكريت برودكت كوماند انتجر كريت هاندلر، واجي هنا في البوست نديله كريت برودكت كوماند استخدمه. نفس الطريقه، طريقه ايزي جدا. السي كيو اس هي بتخلي طريقه كتابه الكود اوضح بشكل كويس جدا. طريقه تقسيم الملفات، او هو ده يعتبر هو اهم حاجه، هو طريقه تقسيمه الملفات بتخليها احسن. انت فبقى عندك لما تيجي مثلا تفتح على البرودكتس بتاعتك، انت بقيت بتبدا تخش تشوف ايه هي الكوماندز بتاعتك، ايه هي الكويريز بتاعتك، وتبدا تشتغل عليها. انت كمان بتبدا تشوف ايه هي الكلاس او الدي تي اوز بتاعتك اللي هي زي كريت برودكت كوماند، وتبدا تشوف الهاندليشن بتاعتها. فطريقه كتابه الكود بتكون اوضح واسهل بكتير، وده يسهل عليك في الكتابه لما تيجي تستخدم الكود ده في المابنج، او لما تيجي تعمل ماب مثلا ما بين مثلا كريت برودكت كوماند للبرودكت. فانت لو مثلا عايز لما يجي كريت البرودكت عايز تظهر البرودكت، لما تيجي تعمل مابنج دي تي او يعني، هيكون اسهل بكتير قوي جدا 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 من انك انت كنت تستخدم الطريقه الطبيعيه. ان الطريقه الطبيعيه بتحس ان الدنيا كانت متلخبطه كده سنه، لا هنا الدنيا بقت واضحه، كل حاجه في ملفها، كل حاجه بقت معروفه. هنا انا خلاص انا عارف ان انا بكريت وبابديت وديليت، وهنا انا بجيب الجيت وبجيب الجيت للداتا بتاعتي. فده بيخلي شكل الداتا بتاعتي احسن، اسهل بكتير، مريحه جدا. فالسي كيو ار اس هي حاجه ريلايبل جدا،
pattern design pattern مريح جدًا للاستخدام، وأنا هنا اتعمدت إن أنا أستخدمه جوّه الclean architecture تمام، فدي حاجة جميلة جدًا، جدًا، جدًا تمام، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك ما تنساش تعمل لي like وتكتب لي comment لو أنت عايز تسأل عن حاجات معيّنة في الCQRS، ولو أنت عايز برضه تكتب لي عن حاجات جديدة أنا عايز أشرحها. الCQRS هو أساسًا كان طلب من حد في الكومنتات عندي في الفيسبوك، فشكرًا جدًا ليه، وشكرًا جدًا ليكم على المشاهدة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، سلام عليكم.